احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. هنتكلم عن نادي الزمالك واخبار تخص نادي الزمالك. خليك معايا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بلاي حاجه صلى على سيدنا محمد. بعد صلاة على سيدنا محمد خلينا نبدا اخبارنا بموضوع احمد فتوح. احمد فتوح طلع امبارح طارق السيد، احنا كلنا عارفين مين طارق السيد، هو اللي مكتشف زيزو وبرضه اللي يعتبر مكتشف احمد فتوح. طارق السيد كلنا عارفينه، افكركم بيه اللي مش عارفه. طارق السيد بتاع شامم فيها ريحه الدوري، شام ريحه فيه ريحه الدوري، صح شام ريحه الدوري. وكان الدوري في الزمالك وقت مش قد شام ريحه فيها الدوري. خلينا نبدا بس الموضوع بتاعنا. امبارح او اول امبارح كان في جلسه بين طارق السيد مع احمد فتوح. خلينا ساعتها نقول لك ايه اللي حصل في الجلسه ديت على الكلام طارق السيد. عن كلام طارق السيد ذات نفسه، هو اللي طلع قال كلام مع ابراهيم فايق. يعني الكلام ده احنا مش جايبينه من اي حد، مش جايبينه من قلنا حد طلع قال ده بص كان في كذا 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 مع طارق السيد. لا لا، ده طارق السيد ذات نفسه قال ايه. احمد فتوح رغبته الاولى والاخيره هي الزمالك. احمد فتوح يتمنى يتمنى يفضل في نادي الزمالك، ما يخرجش من الزمالك. احمد فتوح زملكاوي 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 من هنا لغايه سنين جايه كتير. احمد فتوح زملكاوي، لكن اللاعب مش عايز ياخد مستحقاته من فراغ. اللاعب عليه فلوس، اللاعب مديون لناس، اللاعب شاري حاجات باقساط ومديون. لاعب مديون في قسط هو ما دفعهاش، اللاعب مديون لناس، فاللاعب عايز ياخد مستحقاته القديمه عشان يسد اللي عليه ويلعب في الزمالك عادي. لاعب عايز يلعب في الزمالك، لكن كل المعاصلة الصفقة انها تتم، يعني كل المعاصلة التجديد ان هو يتم هو بسبب مستحقاته القديمة. لكن اللاعب يتمنى ان هو يكون في الزمالك، بس هو كل اللي عايزه ياخد جزء من مستحقاته ويسد اللي عليه وهيجدد عادي. اللاعب عادي هيجدد. فاحمد فتوح موضوعه بنسبة 99% هو شبه بيخلص، شبه خلاص بيخلص، لكن هيخلص لما نشوف الاداره الجديده مين هيجي مين هيعمل ايه. فاحمد فتوح عايز يجدد، احمد فتوح زملكاوي. خلينا نخش في موضوع زيزو بعد موضوع احمد فتوح. وفي صوره للعلم هتنزل لكم بتاعت احمد فتوح طارق السيد، هتشوفوها دلوقتي حالا. خلينا بقى نخش على موضوع زيزو. زيزو نزل برضو صوره هتشوفها دلوقتي حالا اهي. انت ممكن تكون الصوره مش واضحه لك باحسن صوره في احسن شكل يعني، فخلينا نقول لك زيزو قال ايه. زيزو باختصار الكلام، اكيد مش هقول لك الكلام كله، لا انا هجيب لك الاختصار. ان زيزو هو في الزمالك، ان مفيش الاشاعات اللي طلعت ان زيزو ده خلاص مستني طيارته بكره الساعه 7 هيروح الشباب السعودي، ده خلاص مضى مع الشباب السعودي، ده اصلا ابوه مسك في منتهى العنصريه قال له انت ازاي مش هتمشي ابني وفتح عليه مطوه واتخانقوا مع بعض. مفيش الكلام ده كله. باختصار زيزو بيقول انا في الزمالك، انا قاعد في الزمالك، انا انتوا يعني نادي الزمالك هو اللي عملني، جماهير نادي الزمالك انا معاكم في اوحش الحالات قبل ما اكون معاكم في احسن الحالات. فانا معاكم في الظروف الوحشه قبل الظروف الحلوه. فانا مستمر وانا قاعد في نادي الزمالك، ولو مشيت همشي على رغبه الجماهير ورغبه الاداره. يعني انا لو مشيت في يوم من الايام فانا همشي بسبب ان الاداره هي اللي عايزه كده والجماهير عايزه كده، لكن انا رغبتي الاولى والاخيره هي وجودي في الزمالك. فده يخلص كلام كتير قوي، يخلص حوار الاشاعات اللي طلعت، فما تصدقوش اي كلام. زيزو برده في الزمالك. خلينا بقى نخرج بره موضوع احمد فتوح اللي قلنا بنسبه 99 هو خلص، بس لكن مستنيين الاداره الجديده لما تيجي تحل بقى موضوع الفلوس مع احمد فتوح. بس احمد فتوح برضه عشان الحوار احمد فتوح عايز يجدد في الزمالك، اديله جزء من مستحقاته وهيجدد بس. وخلصنا من موضوع زيزو في الزمالك واحمد فتوح بنسبه 99 ان شاء الله يكون في الزمالك. خلينا نخش في الاخبار العاديه. كان في ثلاثة في نادي الزمالك هم اللي اتقدموش بالاستقالة، زي قايم بالمدير التنفيذي في نادي الزمالك والكلام دوت. كلهم قدموا استقالة، يعني كان نادي الزمالك ما فيهوش أي حد خالص إداري، ما فيهوش أي حد. كل اللي قدموا استقالة إيهاب خضر أحمد عبد الدايم ومحمود خالد. التلاتة قدموا استقالتهم خالص وخلاص. نادي الزمالك حاليا بدون إدارة، وزي ما قلنا هنشوف اتحاد الكورة هيتصرف ازاي مع نادي الزمالك. تاني خبر معانا حسين لبيب. كلنا فاكرين مين حسين لبيب اللي يعتبر كان جايب لنا يمكن نبيل عمر كامل في وقتها، بس الكيد اتقفل، فكلنا فاكرين مين حسين لبيب. اكيد حسين لبيب
قال ان شاء الله هو يعني مش بشكل كبير جدا، لكن هو بيفكر ان هو ينزل الانتخابات ومعاه مجموعه كامله ان هو تنزل الانتخابات، لكن لسه بياخدوا التفكير، لسه ما قرروش القرار النهائي، بس هو بيفكر ان هو ينزل الانتخابات. تالت خبر معانا سوري، وقرر ان هو يعمل المعسكر ان شاء الله ويبدا بدايه التدريبات للموسم الجديد من يوم 1/9. من يوم 1/9 ان شاء الله المعسكر هيكون في القاهره، مش هنسافر بره ولا اي حاجه، معناش فلوس، فالمعسكر هيكون في القاهره يوم 1/9. وبالشكل ده نكون خلصنا حكاية النهاردة وخلصنا أخبار النهاردة وقلنا كل حاجة. فنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.